والله يا اخواننا غلبنا النقول وغلبنا النسوي، بجد بجد يعني غلبنا النقول وغلبنا النسوي. يعني موضوع الجنجو ده كل مرة ماشي لانه هو يكون اخطر واخطر واخطر. وانا غايته من زمانك شديد بتكلم في موضوع الجنجو ده والسمباكة والناس اللي بيمشوا بالسنبك اوروبا والكلام ده. قاعد اقول ايه؟ لانه انا من المتضررين. يعني انا قاعد اهاجم السنبك ده لانه انا من المتضررين من الحاجة دي. وما ممكن انه يعني انت تكون متضرر من حاجة وما تتكلم فيها. من المتضررين كيف؟ نحن ناس جايين البلدان دي نعيش فيها بسلام بأمان، نشتغل نضيف للبلد وندفع ضرائبها. حتى لو كانت الضرائب دي تتراكم علينا كديون، لكن ده ما حق البلد اللي احنا جيناه. انا ما مستعد اغش ولا مستعد اكذب ولا مستعد اضرب في الارقام، لا بدفع التاكس. وانا ما براي ناس كثيرين زيي. ولكن احنا الان يعني شنو؟ مش موضوع انه احنا نبقى خجلانين احنا نكون سودانيين. انا بقيت والله بفكر، والله يا اخواننا اصحاب البلدان اللي احنا جينا ده لهم حق، لهم حق انهم هم يطلعوا مظاهرات ضد المهاجرين. والسودانيين بالذات لهم حق. والله انا لو كنت محلهم كنت هعمل نفس العمليه. لانه ما ممكن انت تجي وبطريقه غير شرعيه والبلد تستقبلك وتاكل وتشرب وتبقى عليهم عاله، وعلى ممنوع على دافعين الضرائب تبقى عليهم عاله، وبعد ده عايز تكوي. زمانك الرجل الابيض ده كان عنده نظريه للاستعمار علميه كمان، انه الناس الجايين من افريقيا ديل، من افريقيا ديل السود ديل انسان بدائي وما تطور واحنا ماشيين نطورهم. وانه الانسان الاسود ده عنده مشكله، يعني عنده مشكله في كده في الجينات في راسه ده ما كويس. والملكه اليزابيث دي قبل ما تبقى ملكه كانت اميره صغيرونه كده حالاتها، كان بتمشي هي واختها والخطبه بتاعتها بتبدا انه نحن جايين وجايبين لكم الحضاره. الكلام ده قاعد في مسلسل الكراون في نتفليكس. هي بتعمل الخطبه دي، وطبعا يعني كان في يوغندا ولا كان في كينيا ولا حتى عندنا في السودان طالعين لها في الشجر ولا جايينها بالكاروهات، وهي بتجي جايه زولا اميره بتقول لنا الكلام ده. طبعا احنا الكلام ده كلام المستعمرين يعني، والكلام ده ما صح. ونحن ما هنديل قاعدين وشاطرين وشغالين، ودي كلها نظريات علميه. العلم ذاته يعني اثبت انه دي كلها كلام فطير صاي للاستعمار. لكن انا والله لسه قاعده بتحير، قاعده يا رب النظريات دي حقيقيه فعلا؟ هل فعلا في انسان ما بيقدر انه هو يعني يستوعب المجتمع اللي هو جاي له ويكون فعلا انسان غير متطور وبدائي؟ يا اخي الحاجات اللي انت جيت بيها السودان اللي فتح غرب افريقيا دي ودام كلهم جوازات لاذانا نحن. يا اخوانا انتوا لا تصلحوا انكم تعيشوا في مجتمعات متطوره على فكره. يعني صراحه الحاجه اللي انت امشي اعملها هناك في دارفور حقتك دي السبب في شاحن وفي غنمايه وفي كلام فاضي. روحك وين؟ دي شنو يعني؟ ده شنو ده ذاته؟ يعني المتطرفين اللي ماشيين الجنه هم قالوا كده، قالوا ده جهاد وماشيين الجنه. فهمنا؟ يعني ها اجرام ولكن عنده مسبب. في المافيا يعني عصابات عايزين يعملوا قروش. انتوا يا جنجو دارين تصوروا شنو؟ انا بس نفسي افهم كل يوم يعني جرائم. انتوا بتستفيدوا من الجرائم دي شنو يعني؟ يعني انت ما ممكن تاني للمره المليون قطعت البحر ده ومشيت للناس ده في حته دول وكان ممكن عشان تصل تعمل شنو؟ انا بقدر افهم زور كده يجي يفهمني الكلام ده. يعني السودانيين اللي عملوا سمعه سمحه دل منه؟ ما هم دول ابهاتنا نحن كانوا بيلبسوا البدل وقروا مع الانجليز. انتوا اليوم كله قاعدين تنبذوا فيهم المستعمر المستعمر المستعمر. طلعوا برا وعملوا لنا سمعه وعملوا لنا حياه كثيره. هسه احنا قاعدين يعني قاعدين نعمل في شنو؟ قرد غرب افريقيا قاعدين نعمل في شنو؟ يعني غايته بس يعني كل يوم الواحد يصبح من الصباح يلقى فيه مصيبه، لانه بس جاي من البلد اللي اسمه السودان ده، البلد الكله فوضى ده، البلد الكله بس. الحمد لله بس